واش الشباب صافا عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله الاخوان. وسمحوا لي بزاف على هاد التعطيله، راكم عارفين الزلزال اللي ضرب المغرب كلشي كان مشتت ومربج، ولكن الحمد لله على كل حال، والله يرحم الشهداء اللي ماتوا في الزلزال وحتى الجرحى الله يشافيهم ساب. كيف شفتي في المينياتور او العنوان، فهاد الفيديو غيدوي على واحد الموضوع اللي هو كيفاش تكون عندك قيمه وتبان طايق في راسك. في العاده ما تنساش تجيب شي قهوه او اتاي باش تكونسونطرا معايا مزيان في هاد لا فيديو. ليتس جو. فإلا شدينا القيمه وشدينا الثقه في النفس، فغادي نلاحظوا باللي بيناتهم واحد الريلاسيون اللي هي قويه. غتقول لي كيفاش البلان؟ غنقول لك الا كنتي داير القيمه لراسك فاوتوماتيكمون غتبان طايق في راسك. دابا الدراري اول حاجه غادي نشوفوها اللي هي الثقه في النفس. انا نعطيك بعض الخطوات تبعهم باش تفهم البلان كيفاش، وغادي تخليك تبان ديما ثقة في راسك. اول حاجه اللي هي التسلام. هاد الحاجه ضروريه بالنسبه للدراري. حاول ما امكن انك تسالم بقوه، ماشي عاوتاني تسلم وتبجغ ليه يديه، وانما المهم خاصو يحس باللي راك تسلمتي معاه، خاصو يحس بالرجوله ديالك، وهذا الشيء كيخليهم يحسوا باللي راك ما خايفش ومحكم في راسك، بالتالي كيعطي واحد الانطباع ديال الثقه في النفس. الحاجه الثانيه اللي هو التواصل البصري. خاصك دير التواصل البصري حيت عنده واحد التاثير كبير على الشخص الاخر. فاش تكون كتهضر مع شي حد خاصك ترخي عينيك وتشوف ليه في عينيه، وعاوتاني ما تبقاش مفكسي ليه في عينيه حيت هذا ما بقاش تواصل بصري. ومره بقى تطلق شي ابتسامه اللي هي خفيفه هكا تخليه مرتاح معك في الهضره وتبين ليه باللي راك طايق في راسك عن طريق هذا التواصل البصري. الحاجه الثالثه اللي هي تحرك بشويه. نعطيك مثال، الا كنتي كدوي مع شي حد وشفتي كيتحرك بزاف، بحال مثلا كيلعب برجليه او لا كيحك في راسو، فانت غتاخذ واحد النظره عليه اللي هي خايف او لا ما تيقش في راسو. يعني انت خاصك تحيد منك بحال هاد الحوايج اللي كيطيحوا من الثقه براسك، وخليك واقف ومكالم. الحاجه الرابعه اللي هي حرك يديك. راه ضروري تحرك في يديك الا كنتي كتهضر، وعاوتاني ما تعيقش بزاف، داكشي يكون شويه هكا شويه هكا، وغتبان ديما طيق في راسك الا تبعتي هاد البلان هذا. ندوزو للحاجه الخامسه واللي هي وقف وراسك مرفوع. حاجه باينه حيت خاصك توقف وانت مستقيم ومقاد، كتافك مقادين وخرج صدرك لقدام، وراسك خليه ديما عالي، غيخليك طايق في راسك وعندك شخصيه زوينه. ودابا ندوزو للحاجه اللي مهمه بزاف واللي هي كيفاش تزيد من القيمه ديالك. نقول لك واحد البلان، شحال من واحد كيمشي يقلب على قيمه من عند الناس اخرين، ولكن اللي خاص يفهموا هي انه ما كاينش شي واحد اللي غادي يعطيك القيمه، انت الوحيد اللي خاصك دير القيمه لراسك. فاول حاجه هي خاصك تامن براسك وتامن بالقدرات ديالك، يعني ما تسوقش الكلام ديال الناس، حاول تقبل ذاتك وخدم على راسك وطور من نفسك. الحاجه الثانيه اللي هي علاقتك مع الله عز وجل، يعني خاصك تكون كتصلي وما كتشفرش وما كتكذبش، هادشي غيخليك تبان قوي ومرتاح نفسيا، وبالتالي غتكسب القيمه ديالك. الحاجه الثالثه، ركز على الاهداف ديالك، خليك ديما خدام على الاهداف ديالك وركز عليهم وبعد على النيجاتيف بيبل. وخلاصه القول، انت اللي غدير القيمه لراسك ماشي شي واحد اخر. وهكا غنكونوا سالينا لا فيديو. ها هو هادشي بين يديك، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، راك تما.